السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بقى مش بوصفة جديدة او وصفة سهلة وبسيطة زي ما انا دايما بقول لكم. لا، انا هاجي اقول لكم على حاجة كده حسب تجربتي الشخصية، وبقول كلمة حق. يعني انتوا بقى عايزين تسمعوها مني اسمعوها، مش عايزين تسمعوها برضو براحتكم، بس حسب انا تجربتي. في طبعا شوية اعلانات كتير قوي دلوقتي سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب عن الزبدة البلدي او انواع مختلفة، وفي شيفات مشهورة برضو بتعمل دعاية، ده رزقهم. بس انا هقول لكم، هي ايوه المنتجات التانية ممكن تكون كويسة حسب وجهة نظرهم، بس انا من وجهة نظري لما جبت كمية قليلة وجربتها من الزبدة البلدي ايا كان بقى الانواع اللي موجودة في السوق. مش هي دي الزبدة البلدي يا جماعة البيور اللي احنا عارفينها، اللي دايما بنروح نجيبها من الفلاحين او البلاد بتاعتنا، او اي حد عنده قرايب بره في مزرعة او اي حاجة بيجيب لكم الزبدة البلدي او السمنة البلدي سواء جمسي او بقري. هي دي عايزين تجيبوها فرقها بسيط. هاتوا اللي احنا عارفينها اللي هي عند من المزارع او من البلاد او من الاسواق اللي هي معروفة بتبقى كبيرة، بيبقى في ناس كده قاعدة بجبنة قريش وبالزبدة البلدي، هي دي اللي تجيبوها وانتم مطمنين. بأمانة انا عن تجربتي الشخصية، الريحة وسواء الطعم وسواء الترميلة بتاعتها او طعمها، هي دي اللي انت تجيبيها وانت مطمنة. فرقها بسيط. يعني هو ده كيلو بكام؟ 180 او ب 170، الكيلو ب 130 او ب 140. انت تجيبي حاجة مضمونة وتكون بيور 100%. انا ما بعملش اي دعاية ولا اعلان، انا بقول لكم حسب تجربتي الشخصية. انا جربت الزبدة التانية وجربت دي، فبقول لكم شهادة حق، واللي يزعل براحته. هاتوا الزبدة دي فرقها بسيط، هاتوها من السنة للسنة وحطوها عندكم في الفريزر. عايزين تسيحوها كلها سيحوها، عايزين تطلعوها انا دايما بحطها كلها في الفريزر كده واطلع ايه حسب الكميه اللي انا عايزه اسيحها. ممكن تقعد من عندكم من السنه للسنه او بالست شهور، ولا ريحه ولا بتغير طعم ولا اي حاجه خالص. فنصيحه مني، هاتوا السمنه البلدي او الزبده البلدي كده من الفلاحين، تكون حاجه معروفه ومضمونه وناس مضمونه. فرقها بيبقى بسيط، بس سواء عملتوا بيها اكل بتبقى ريحتها ما اقولكوش بقى عامله ازاي والطعم عامل ازاي. فنصيحه مني من منوعات واكلات سهله وبسيطه. يا ريت يا ريت لو هتحبوا ان انتوا تجيبوا وبراحتكم برضو، هاتوا زبده فلاحي من الفلاحين او من الاسواق، الناس اللي بتبيع جبنه القريش وبتبيع البيض البلدي بيبقى عندها الزبده دي، هي دي اللي تاخديها وانت مطمنه. يا رب الفيديو يكون سهل واستفدتوا منه بمعلومه، وانا بقول شهاده حق ربنا يحاسبني عليها. مش قصدي اقلل من اي منتجات موجوده، بس حقيقي وعن تجربه شخصيه، هي الزبده دي رقم واحد اللي انتوا تجيبوها وانتوا مغمضين عينيكم. حتى لو جبتوا كميه قليله سعرها يبقى اعلى شويه، بس كطعم وكريحه وكتخلي لك الاكل كله ريحته ما شاء الله. هاتي الزبده البلدي الفلاحي بتاعتنا بتاعت زمان اللي احنا عارفينها، اللي دي بيبقى شكلها وانت مطمنه. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط وخفيف وتستفادوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.